اهلا بيك في حلقة جديدة. حلقة النهاردة قوية جدا اللي منتظرينها، وهي نهائي كأس العرب. البطولة اللي من اول ما بدأت وهي دمار حرفيا، موت ومتعة ما فوقها متعة من الفرق العربية والمنتخبات العربية والمحليين والأول. بص، كلها كانت متعة بصراحة، واتفرجنا على بطولة ممتعة. كان فيها ما نكذبش، كان فيها مباريات وحشة كتير، مباريات مملة جدا ومباريات مش احسن حاجة. بس جينا في نصف النهائي وشفنا مباراتين احلى من بعض: المغرب والامارات والسعودية والاردن. مباراتين احلى من بعض. خلال فيديو النهاردة هنعرف موعد المباراة النهائية بين المغرب والمنتخب الأردني اللي فاز على المنتخب السعودي. هنعرف في الفيديو ده موعد المباراة، توقيت القنوات الناقلة، وهنعرف شوية عن الجولات اللي فاتت. فلو انت أول مرة تشوفنا ما تنساش تفعل الجرس، تفعل الاشتراك بتاعك، وتعمل لنا وتتوقع تحت في التعليقات النهائي هيكون مين. أنا توقعي مغربي، بأمانة توقعي مغربي. المنتخب الأردني كان عنيد طول البطولة، بس في المباراة دي أنا متوقع إن المنتخب المغربي هيشتال كأس العرب. توقعك أنت كمان، ولايكك واشتراكك، ويلا نشوف. عندنا أول مباراة كانت في نصف النهائي، كانت المغرب والإمارات. المباراة اللي كانت قوية جدا، اللي المنتخب المغربي اكتسح الإمارات. اكتسح حرفيا، ما نقولش غير كده. تشكيل منظم، تكتيك منظم. المنتخب المغربي من سنة 2018 لحد 2025 اللي احنا فيه مستولي على بطولات كتير، من محليين لناشئين لشباب لسيدات يعني مش هنعرف، مش هنبطل كلام. لو كلمنا كتير مش هنبطل كلام على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي فاز على الأردن، على الإمارات اعتذر 3-0، وفاز منها وتأهل إلى نهائي كأس العرب علشان ينتهي ماتش السعودية والأردن، اللي تنتهي برضو مباراة السعودية والأردن بفوز المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، بعد مباراة كانت تقيلة وقوية جدا على المنتخب الأردني أمام منافس صعب جدا، اللي كنت أنا متوقعه بصراحة يكون في النهائي، اللي هو المنتخب السعودي، اللي عمل أداء كويس جدا. وأحسن لاعب في رأيي في البطولة هو هياخد أحسن لاعب في البطولة هو سالم الدوسري. طبعا زي ما احنا شفنا ان السعوديه ما عملتش اداء من اللي احنا كنا منتظرينه امام الاردن. الاردن كانت عنيده، سجل هدف وريح عليه. يعني الاردن بصراحه في الماتش ده سجل جون ونام، فضل في 18 بتاعه، ما رضاش يطلع وقعد يدافع وبس. المنتخب السعودي حاول مره واثنين وثلاثه، لكن بصراحه المنتخب السعودي هارد لك في بطوله قويه جدا، احسن منتخب في رايي في البطوله بعد المنتخب المغربي. بالنسبه لموعد المباراه دي هتكون يوم باذن الله، يوم الخميس 18/12. خلاص قربنا على النهائي. هتكون مباراه قويه، هتكون في استاد لوسيل طبعا، اللي الاستاد اللي استضاف عليه نهائي كاس العالم اللي فات. باذن الله نشوف المباراه دي يوم الخميس 18/12. هتكون باذن الله الساعه 6 مساء ده بتوقيت مصر، وهيكون الساعة 4 مساء ده بتوقيت المغرب، والساعة 5 بتوقيت الأردن. عايزك تنزل تحت في التعليقات دلوقتي توقع مين اللي هيكون حامل لكأس العرب. أنا توقعي هو المنتخب المغربي. أنت كمان اكتب لي تحت توقعك مين اللي هيفوز في المباراة دي. المباراة تكون تقيلة جدا بين منتخبين قويين وتقال جدا قصاد بعض. فقول لي تحت رأيك في التعليقات، ومتنساش تفعل الجرس بتاعك، تقول لنا رأيك تحت في التعليقات. سلام.